كرة إلى خارج أرضية الملعب في ركلات جزاء. تعرضت على 3 ركلات جزاء. سفيان بوفون ينطلق الآن من أجل أول الأهداف، يلعب كرة داخل منطقة الجزاء، لكن حكيم طالت الكرة، تحولت إلى خارج أرضية الملعب، وصلت إلى ركلة مرمى. يبدو بأن المنتخب المغربي سيجري تبديلا اضطراريا أو لربما فنيا مبكرا جدا. تحدث عن المنتخب الفرنسي، كرة بمحاولة ملعوبة، أوليفر جيرو خطير جدا، الهداف التاريخي للمنتخب الفرنسي، الهداف التاريخي. وسياش عرضية من حكيم داخل منطقة الجزاء، لكن عنده جولوريس. المنتخب المغربي يستعد لإجراء أول تبديل في اللحظات القليلة القادمة. رومين سايس نعم هو من سيترك أرضية الملعب وسيدخل سليم أمام اللاعب. الكرة لا زالت